السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بصحة جيدة، واولادكم طيبين، ورمضان كريم عليكم وسعيد عليكم ان شاء الله وعلى الأمة الإسلامية جميعا. هنا ان شاء الله هنعمل صينية جلاش اقتصادية وعادية جدا جدا. انا عندي صينية جلاش، انا عندي هنا لفة جلاش بس كانت في الفريزر، ما كانتش طازة. فطبعا انا كذا مره اطلعها من الفريزر وبعد ما تفك ارجع اشيلها، وطبعا ده غلط، انا مش هقول لكم ان ده صح، بس هو بقى اللي حصل، ما فيش نصيب غير ان انا اعملها من اليوم ده. جبت صينيه كده مقاس 30 وكفتها، وطبعا الجلاش تحتها زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اقطع الجلاش على مقاس الصينيه. خلاص. بحيث ان انا مش عايزه اخلي الورق زي ما هو واحطه في الصينيه وافضل اتني الحروف ومش عارف ايه، والموضوع تحسي ناحية عالية وناحية واطية، بيبقى الموضوع مجهد شوية ورخم، يعني مش حلو. فهنا جبت صينية دهنتها طبعا سمنة كويس قوي، ده سمنة وزيت مع بعض، وحطيت حتة زي ما انتم شايفين، لقيتها كده في الاول اللي متقطعة، وجبت حتة بعد كده من اللي هي على مقاس الصينية. طبعا انا هجيب اللي هو في النص المتكسر ده كله، وهحطه في نص الصينية علشان ما يبانش طبعا، لان فيها كتير قوي قوي متقطع، ما هو مش ما ينفعش نرميه. احنا بنرميش حاجة، ما ينفعش ان احنا نرمي ايه الهدر ده. هنا بوريك اهو. طبعا احنا ممكن ندهن رقين يعني نحط رقين على بعض وندهن سمنة، وممكن ان احنا نحط رق واحد وندهن سمنة عادي جدا. والله فكرة ممكن 3، وممكن يعني نحط الصينية كلها نملاها بالجلاش، الكمية كلها بتاعت الجلاش نحطها، وكوباية سمنة تكون بس سايحة، وندلقها او يعني نصبها على على الجلاش وندخلها الفرن، يعني لو احنا مش عايزين نتعب نفسنا. وبعد ما تستوي قبل ما نحط الشربات نقوم مصفيين السمنة الزيادة دي، للي اللي مش يعني لو الموضوع مجهد بالنسبة لنا ان احنا ندهن رقراق، انا ما بدهنش رقراق. انا زي ما انتم شايفين اهو، بحط كمية من الورق المتقطع ده بتاع الجلاش، واوزع كده بالفرشة زي ما انتم شايفين، ما بدهنش، بوزع كده كده، التوزيع ده بيبقى اسهل. بصوا اهو، بحط كمية، انا مش يعني مش شرط ان هم مثلا احس ان هم رقة واتنين، مفيش اي مشكلة. طبعا هو يعني الهدر ده كتير شوية. هنا ممكن الهدر ده برضو نعمله ونحمره في زيت، او ندخله الفرن ندهنه سمنة وندخله الفرن ونعمله في ام علي، ممكن اوي يعني كده ماشي وكده ماشي. طبعا الصينية دي اقتصادية، انا مش حاطه لها ولا بندق ولا فستق ولا الكلام ده خالص، هي حبة سوداني بس. بس هو بصراحة انا ما جرشتوش لان كنت مضغوطة شوية في المطبخ ومكنتش فاضية، فرحت عملته بقى زي ما هو. هنا بقى كانت السمنة خلصت والزيت، رحت اجيب سمنة وزيت تاني، وابتديت ان انا ارش زي ما انتم شايفين كده على الجلاش، وهكمل بقى اللي هو المتقطع ده. كل ده في النص يا جماعة مش هيبان، يعني لما يكون هدر زي كده يتحط في النص، ما ينفعش يتحط من تحت، وما طبعا ما ينفعش يتحط من فوق، هيبوظ شكل الصينية، ومن تحت مش هينفع، ففي النص هيتدارى. شايفين اهو، بدهن بحط كمية، يعني كمية ممكن تكون تطلع رقين 3، وادهن زي ما انتم شايفين. هنا جبت السوداني وحطيت بس حبة كده بذمة، طبعا السوداني يعني مش غالي قوي زي بقية المكسرات. والله والسوداني جميل برضه في الصواني بتاعت الحلويات، ما بيقولش لا، جميل في القطايف وجميل في كل الحلويات، مفيش اي مشاكل. بصوا كده اهو، حتى خدت الحبة اللي كانوا في الكيس المتقطعين دول متفتفتين وحطيتهم، مش حاجة. بصوا اهو كلها حطيت هراء اهو، ووش وسمنة زي ما انتم شايفين. وبعد كده احط السليم اللي هو على قد قطع، على قد الصينية، اللي متقطع على قد حجم الصينية، احطه بقى من فوق اهو، رقينا اهو زي ما انتم شايفين، وهدهن
اهو، مفيش اي مشكلة. الصينية دي سريعة وما خدتش وقت خالص، يعني في ثواني كده اتعملت. ان شاء الله هنبقى نعمل وصفات تانية من الجلاش مع بعض، دي بس كبداية كده، ولسه رمضان طويل يعني، وهنعمل ان شاء الله، ربنا يدينا العمر ونعمل. اهو بصوا، وادي اهو رشة، بدهن الاطراف كويس عشان برضو تورق، مش عايزة الاطراف تبقى مكتومة، انا عايزة الاطراف برضو تبقى مورقة ضروري، فاهم يعني؟ مينفعش ان احنا نهتم بالنص الصينية ونسيب الاطراف ما نهتمش بيها. اهو هاجي في الاخر خالص واحط حبة كده، حبة سمنة كده محترمين، هتخلي الصينية دي ان شاء الله خطيرة ومورقة وجميلة. اهو بصوا، هنا بقى انا ايه، حطيت سمنة بضمير شوية والايه، واتكيت على الحروف زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، هجيب بقى السكينة اهي انا كنت هنا الاول هقطعها تقطيع غير التقطيعة، بس قلت لا، جت في بالي الفكرة دي. جبت الصينية بالنص، وبعدين اعملها زي تقطيعة البيتزا كده اهو، اقطعها سبعات زي ما انتوا شايفين، دي اسهل تقطيعة ممكن انكم تعملوها. شايفين الجمال؟ السوداني كان بيخرج بس وانا ايه، وانا بقطع، بس بصراحة تقطيعة حلوة اوي، اسهل تقطيعة ممكن تقطعها للجلاش. شفتوا الجمال؟ حتى لما بتستوي بيبقى شكلها بجد جميل. مهم. بصوا، بحاول اشوف الحروف كده، حاسة انها يعني مش مدهونة كويس، بقيت ايه ادهنها، وده شكلها النهائي. اهو بصب عليها الشربات التقيل البارد، اللي هو عبارة عن كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمون عند الغليان، وفانيليا، واسيبهم بعد الغليان لمدة 12 دقيقة او 10 دقايق، وابتدي بقى ايه، اسيبه يبرد. ده كان عندي على فكرة، ما كنتش عاملاه في النهاردة اليوم ده يعني، ده كان موجود عندي، بس هو الشربات طبعا يكون بارد والصينية سخنة، وهي دخلت تستوي على درجة حرارة 200. استوت من تحت، خدت لون حلو. طبعا انا ما بقلبش فيها بالمعلقه، هي بيبان كده من الحروف، ومع ان انت تحركي الصينيه تحس انها استوت، وبيبان لونها من تحت ان لونها ايه. وارجع اشغل الشوايه عليها، وخرجت بالمنظر الجميل ده، الصينيه سخنه والشربات بارد، ونزلت بيه، وده الشكل النهائي. اتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.